حتى الشيوخ اللي عمل فيديو عن الموضوع وحط البوست وعارف انه حرام يحط كلام زي ده الناس تقراه، حطه عشان الريتش، عشان يعلى بقى بالموضوع لا ليه علاقه برمضان ولا شعبان. لان اصلا اللي فاهم في الدين يقول لك مثلا وانا ماشي غلط يامرني بالمعروف، يكلمني بطريقه كويسه، شنتاك عرضي ده فاهمينه كويس يا شيخ اسف ايه. بالدليل ان لما لقيت الفيديو بتاعك بيجيب ريتش على الكلام اللي انت بتقوله، رحت منزل فيديو وراه على طول، الحمام بيعمل حمام روح اغسل هدوم شغل. انا عارف انت واخد الكلمه حتى اللي انت قلتها من تعليق واخد لايكات كتير، قلت اطلع بيه واعمل فيديو كده وبتاع. اقسم بالله اوسخ خلق الله شفتها اليومين اللي فاتوا. اقسم بالله واضح جدا انك ما شفتش الفيديو بتاعي. تغلط فيا وتتعدى عليا من غير ما تكلف خاطرك وتسمع انا قلت ايه. انا خضت في عرضك وفي عرض اهل بيتك. كنت بهاجم صاحب التعليق ده واقول له ان هو اخطأ في اختيار الالفاظ، اتهمته ان هو مش بينصح لله. انت قلت نفس الكلام اللي انا قلته في الفيديو، ان الانسان لو عايز ينصح باسلوب لين راقي. كونك تقول الكلام اللي انا قلته في الفيديو تطلع برضه تهاجمني، ده معناه انك ما شفتش الفيديو بتاعي. تعالوا يا جماعه نشوف انا قلته ايه واحكموا انتوا عليه وهو شتمني ليه. فالنصيحه مضمونها صح، لكن الالفاظ في قمه الشده. دي مش نصيحه، دي خناقه. انت كده خضت فيه. انت لو كان همك انك تنصح الشخص هتنصحه باسلوب لين. مفيش حد يعني يقول لحد انا بتمنى مراتك، لا اله الا الله. انت كده حطيت حاجز بينك وبينه، وحتى لو عايز يسمع الكلام كده مش هيسمعه. لما تلاقي النصيحه شديده وفيها الفاظ شديده اعرف ان النصيحه بتكون للنفس مش لله. ده كلام واحد بيخوض في عرضك وتعدى على اهل بيتك. فكره انا بكلامي ده سبحت ضد التيار، لكن انا الوحيد اللي قلت في الموضوع ده كلام مش على هوا الناس. التعليقات عندي هتلاقيها كلها ضدي وضد كلامي اللي انا قلته عليك، ان دايما بحاول اقول اللي انا مقتنع بيه بصرف النظر عن راي الناس. على فكره لو قلت نفس الكلام اللي انتشر والناس قالوه عنك انا كنت جبت مشاهدات اعلى من كده بكتير وكانت الناس سقفت لي. لكن انا شايف ان كل كلمه بقولها هتحاسب عليها قدام ربنا. انا مخطئ لو جبت التعليق ده ومحدش كان شافه وعرضته للناس. حبيبي ده كان ترند والناس كلها شافته وقرت الكلام، لازم ساعتها ابين حكم الشرع في المساله. ما انا مش جبته عشان ايده، ده انا جبته عشان اقول لا يمكن دي تبقى نصيحه. وانا قلت ان انا مش بحب محتواك وده اعتقد انه من حقي. قلت برضو ان الخوض في اعراض الناس لا يمكن ابدا يكون من الدين او من النصيحه. ما انت بتتهمني انا اللي انا عايز ريتش. اقول لك حاجه، انا بتاع ريتش يا عم، والله بجد انا بتاع ريتش مش بهزر، وبنزل كل فيديو وعايز كل الناس تشوفه. لقيت ال8 مليار بني ادم على الكوكب يشوفوا كل فيديو ليا بينزل عشان يكون في ميزان حسناتي. ولو انا عايز اشوف نفسي هنزل ليه فيديوهات من اساسه؟ ولو انت منزل الفيديو بتاعك ده ومش عايز حد يشوفه ليه اصلا هتنزله على المنصات؟ في فرق بين واحد بيعلي الريتش بالحق والتاني بيعليه بالباطل. واحد بيعلي الريتش بالتفاهات والتاني بيعليه بنشر الخير والدين في قلوب الناس. فالفيديو بتاع الحمامه اللي انا عملته فين الخطأ فيه؟ اختك كانت قاعده قدام الحرم وقالت في حمامه عملت بيبي عليها. اعتقاد سائد مش عند زوجتك بس، عند كل الناس، ان لو حمامه عملت عليهم بيبي خصوصا لو عند الكعبه يبقى ده خير. انا طلعت باسلوب مرح، وده على فكره اسلوبي في اغلب الفيديوهات بتاعتي. قلت لها ان هي محتاجه تقوم تغسل مطرح البيبي مش اكتر من كده. فين بقى الاساءه؟ غلطت ولا تعديت ولا حتى اخلاقي تسمح لي بكده. مع انه ما حصلش، خلينا نقول ان انا شفت التعليق عندك وبعد كده انا طلعت وقلت على لساني. برضه مش فاهم فين المشكله. الحكومه هتقطع عليا الميه والنور ولا هم هيشيلوني من الدعم مثلا عشان جبت تعليق وقلته على لساني؟ يا ترى ربنا هيدخلني الجنه بعد الذنب العظيم ده؟ يا ترى ليه انا شيخ ايه 7 ايه زي ما انت قلت عني؟ عشان قلت ان انا مش بحب محتواك مثلا؟ لا عشان قلت ان رغم ان ضد محتواك ضد ان حد يخوض فيك. يمكن انا كده عشان خدت تعليق من عندك وقلته على لساني. على العموم الناس هي هتقول رايها في التعليقات. وقبل كل ده وبعده ربنا سيحكم ما بيننا. ربنا يهدينا ويهديك ويصلح حالنا يا رب العالمين. قولوا امين. شيخنا ينفع نصوم بعد النص من شعبان ولا حرام؟ في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم. الحديث ده مش بيتكلم على اللي هيصوم ايام قضاء عليه. يعني واحده مثلا كان عليها حيض تقضي الايام، او واحد ما صامش ايام لمرض فعايز يقضيها بعد النصف من شعبان فيقضيها عادي جدا لان ده صيام واجب. ربنا عز وجل قال فعدة من ايام اخرى، اي ايام اخرى. برضو الحديث ده مش بيتكلم على السنة المقيدة. واحد متعود يصوم اثنين وخميس يصوم عادي اثنين وخميس حتى لو كان بعد النصف من شعبان. برضو الحديث ده مش بيتكلم على اللي بادئ الصوم
من اول شعبان او قبل النص من شعبان، لان صيام شعبان كله مستحب. عادي جدا يصوم من قبل 15 شعبان ويصوم 15 شعبان و16 شعبان و17 شعبان، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر جدا الصيام من شهر شعبان. امال الحديث ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن اللي ابتدى الصيام بعد منتصف شعبان، صيام تطوع مطلق. فقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. علماء الشافعية أخذوا بهذا الحديث. قالوا حرام؟ لا، ما قالوش حرام، قالوا مكروه. الصيام بعد المنتصف من شعبان مكروه. أنا نقلت لكم قول من أخذ بهذا الحديث. إن كان الأقرب إن حتى اللي يبتدي الصيام من بعد نصف من شعبان صيامه طبعا صحيح ومش مكروه ولا اي حاجه. ان الحديث بتاع اذا انتصف شعبان فلا تصوموا من روايه واحد اسمه العلاء ابن عبد الرحمن، وده يعني فيه كلام عند اهل الحديث، فالحديث فيه ضعف. الحاجه الثانيه اللي ممنوع انك تبتدي الصيام قبل رمضان بيوم او يومين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم او يومين الا من كان له صوم. ده الممنوع انك تبتدي الصيام قبل رمضان بيوم او يومين، لكن لو هتبتدي الصيام قبل ذلك ب3 ايام 4 ايام 5 ايام 15 يوم اللي هو بعد المنتصف من شعبان فما فيهاش اي مشكلة. الاقرب ان حتى لو انت عايز تبتدي الصيام في هذه الايام اللي احنا فيها مفيش اي كراهة والصوم صحيح طبعا، مفيش اي مشكلة. السؤال ده متكرر، يا ريت ان انتوا تنشروه وتوصلوه للناس. مع السلامة.